وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. بسيط حبيب قلبي طلب مني طلب، عايزني أعرفه تاريخ مصر من أول لما نشأت لغاية اللحظة اللي قعدت فيها معاه. البداية لازم يكون في حاجة اسمها عصور ما قبل التاريخ، عشان لما تبدأ العصور التاريخية أبدأ أتكلم عن أحداث بتواريخ وأسماء محددة. خلينا نسلط الضوء على مصر بالذات. عصور ما قبل التاريخ فيها عند أغلب المؤرخين يا بسيط بدأت سنة 6000 قبل الميلاد تقريبا، قبل ميلاد السيد المسيح بحوالي 6000 سنة بدأ يبقى فيه حضارات موجودة في البلد دي. طب من قبل التاريخ ما احناش قادرين يا جماعة نقفش بداية محددة، ولا قادرين نوثق لك بالظبط أسماء وتواريخ محددة. اللي نقدر نقفشه مظبوط بقى ونبدأ نتكلم كلام تاريخ صح لما أجي أقول لك 3150 قبل الميلاد أو 3200 قبل الميلاد. إيه اللي حصل؟ اتوحدت البلد دي. تسمع طبعا على الملك مينا موحد القطرين. القطرين دول ببساطة مملكة الشمال ومملكة الجنوب، الوجه البحري والوجه الإبلي. كانوا متصارعين ومتخاصمين وداخلين في صراعات وما فيش أي وفاء ما بينهم، لغاية لما بدأت تحصل جهود. عايزين نلم الحكاية يا جماعة، عايزين مصر تبقى دولة موحدة يحكمها ملك واحد زي بقية خلق الله. الجهود دي نبدأ نتكلم عن الملك العقرب، كمل عليه ونجح في تحقيق هذا الهدف الملك مينا. اسمه ممكن تلاقيه في الوثائق ميني، نعرمر، نرمر، كل ده شخص واحد. جينا بعد كده قلنا هو الملك مينا يا جماعة. أبدأ منه تاريخنا الفرعوني وافضل ماشي في فترات التاريخ المختلفة لغاية الفترة اللي أنا عايشها. قالوا وماله ما تعمل ده. طب أعمل ده استنادا إلى إيه؟ واحد اسمه مانيتون السمنود. ركز معاها بسيط، الموضوع مش سهل، لازم تركز. الراجل ده هو الطلعة الأولانية للي عايز يدرس تاريخنا الفرعوني، مانيتون السمنودي. الراجل ده هوب رزع تاريخ البلد دي في صورة أسرات، أسر حاكمة. ركز معايا، من 1 ل30. كل أسرة عبارة عن مجموعة من الملوك حكموا البلد دي. طب أقسمها لك على السريع نخطفها كده بسيط لو ما ضايقكش بس بسرعة كده. عندك فيه الأسرتين 1 و2. لو شاطر بقى قول لي 1 دي كانت بتاعت مين؟ مينا موحد القطرين. عند بعض الناس قالوا لا ما تبدأهاش من مينا عمل حاج، أما لا أبدأها من مين؟ من ملك اسمه حور عاحة. قالوا هو ده اللي تبدأ منه الأسرة الأولى. أما العقرب ومينا أساميهم اللي قال لك الأسرة 0، وتبدأ من حور عاحة تتكلم عن ملوك الأسرة الأولى. ده عند بعض الناس، لكن عند أغلب الناس الأسرة الأولى ما يجراش حاجة تبدأ بمينا موحد القطرين. الأسرة الأولى اللي بتبدأ بمينا موحد القطرين، والأسرة الثانية اللي ورا منها مباشرة سميناهم العصر العتيق. طب من 3 ل6 عصر بناة الأهرام. عندنا زوسر ده طلع الطلعة الأولانية. جه بعد منه سينفرو في الأسرة الرابعة. الملك خوفو خفرع من كورع، بعض الناس بتنطقها منكرع، من كورع. طيب جه بعد كده ايه اللي حصل في الأسرات من 7 إلى 10؟ قال لك في ضعف أصاب البلد دي. طب نسميه ايه؟ احنا كمان مانيتون ما عملش كده، ده احنا اللي جودنا، احنا اللي زودنا على مانيتون. قلنا نسميه عصر الاضمحلال الأول أو عصر الانتقال الأول. الأسرتين 11 و12 عصر المملكة الوسطى، بتشغل الأسرتين 11 و12. بعد منها يحصل ضعف تاني في البلد دي للأسف الشديد. سميناه ايه؟ سميناه عصر الانتقال الثاني. بيشغل لك الأسر 13 14. الأسرة 15 مجيء الهكسوس. ما نعرفش مين هم الهكسوس دول، ربما جايين من آسيا، جايين من الأناضول، ما نعرفش 100% هم جايين منين. لكن حكموا مصر في الأسرات 15 16 17. ركز لي قوي في 17 ده بسيط، عشان 17 دي مهمة جدا. في أخريات 17
بدأت تظهر عيلة مصرية. والله العظيم لا احنا مطلعين الهكسوس، مش انا اللي بقول، ده العيلة دي، الأسرة دي. ملك اسمه سقننرع. سقننرع متجوز فضلة خيرك ست مراته إياح حتب. إياح حتب، عارف في رمضان مش انت بتقول وحاوية وحاوي إياه، هي إياح دي، خد بالك إياح حتب دي هي دي مرات سقننرع، مخلفة عيلين كاموس وأحمس. الأسرة دي قالت عليا النعمة، احنا مطلعين الهكسوس من البلد دي. الأسرة دي من الصعيد يعني الجدعانة، قالوا لا يمكن الهكسوس يظل يحكم مصر واحنا قاعدين. بدأوا كفاح رهيب جدا من أجل طرد الهكسوس. بدأوا عمنا سقننرع اشتغل في القصة وحارب ومات في المعارك بتاعته ضد الهكسوس. بعد منه ابنه كاموس اشتغل بقوة في الموضوع ده، عايز يطرد الهكسوس، اتكل على الله برضه، مات في سبيل طرد الهكسوس من مصر. لغاية ما أحمس أخيرا استطاع طرد الهكسوس من مصر. ركز كويس، أحمس هو الذي طرد الهكسوس تماما من مصر وأسس الأسرة 18. الأسرة 18 دي حكايتها أولا هي تديك بداية للي كنا بنقوله، مملكة حديثة، نيو كينجدم. طب المملكة الحديثة بتشغل لك الأسرة من كام لكام؟ من 18 لآخر العشرين، من 18 لآخر العشرين. عندنا أحمس أبرز ملوكها لأن هو مؤسس الأسرة. حتشبسوت الشهيرة جدا، حتشبسوت دي مرات تحتمس الثاني. الأسرة 18 يعني عيلة أمنحتب، أمنحتب الأول الثاني الثالث الرابع، اقفش خد بالك من الرابع، أمنحتب الرابع إخناتون ابن أمنحتب الثالث، والملكة تي ده ابنهم. الأسرة 19 ما أقدرش ما أشيرش لرمسيس الأول، دي عيلة الرعامسة وحاسب وانت بتتكلم على الرعامسة. الرعامسة يعني مين؟ رمسيس الأول، سيتي الأول، رعمسيس الثاني، رمسيس الثاني. الرعامسة دول بيشغلوا لك الأسرتين 19 و20. ركز معايا، أغلب الملوك اللي حكموا في الأسرتين 19 و20 بيحملوا اسم رعمسيس. طب ابتداء من الأسرة 21 نرجع للضعف من تاني، نسميه عصر الانتقال الثالث والعصور المتأخرة. الأسرات من 21 إلى 30 كان فيها ضعف، كان فيها احتلال بيجيلنا، عندنا احتلال فارسي، عندنا احتلال كوشي، عندنا ملوك من النوبة حكموا مصر، وكان في بعض المحاولات برضو للكفاح ضد هذا الاحتلال الأجنبي. لكن بصفة عامة كانت فترة ضعف في تاريخ بلدنا الجميل، في تاريخنا الفرعوني، الفترة من 21 ل 30. عند الأسرة 30 اقفل صفحة تاريخنا الفرعوني خلاص. القائمون على العمل في هذا البرنامج قالوا لي عشان أكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف ولا لفظ باللي هم بيقولوا. المهم انكم لازم تعملوا الإجراءات دي عشان أقدر أكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you